يعني ايه؟ يعني ايه؟ مفيش دوري ابطال افريقيا؟ ايه ده؟ ايه ازاي؟ اعقلوا الكلمة. مفيش دوري ابطال افريقيا للزمالك ومفيش صفقات والاهلي يدخل مكاننا؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله. ايه ده؟ ايه ده انا اروح فيكم في داهية. والله العظيم اروح فيكم في داهية. واديتوله 400,000 دولار وكلها وهرب وضحك عليكم المحامي. انتوا ايه؟ انتوا شوية هواة. طيب يعني انتوا مخليكم في النادي عشان خاطر يضحك على محامي، يضحك عليكم، يضحك على الكوكبة دي كلها دي بتاعت رجال الاعمال. لا لا، وحياة حبيبك النبي لن تضارب اللايك وعامل مشاركة. لا ما ينفعش، ما ينفعش والله. يعني كده باظت. عاوز افهم انا، كده باظت يعني كده خلاص. لا، وقرار من الفيفا، قرار من الفيفا. طيب يا سيدي، نادي الزمالك خلاص الفيفا بترد على نادي الزمالك وقالوا له مفيش ايقاف للقيد التأديبي. يعني انت متأدب عشان انت حرامي واكل فلوس اليتامى والمساكين والارامل، والفلوس دي احنا حنربيك عليها. ها مثلا يعني ده الفيفا يعني بتقول كده. هدجني. حتى لو دفعت الفلوس، حتى لو دفعت الفلوس، يعني حتى لو كيشت كل اللي عليا، ما ينفعش. ما ينفعش ان انا اشارك في دوري ابطال افريقيا. ايوه ما ينفعش. ياه، ده الاستاذ عامر العمايره مش عارف ولا العمامره مش عارف ولا ايه، ده طلع عنده حق الراجل. وانا طلعت في نفس اليوم وقلت لك الكلام اللي قاله هو، واتهاجمت انا ساعتها واتشتمت انا ساعتها. صح؟ طلع الراجل كلامه صح وقال ما تتبعوش كلام المحامي بتاع صلاح مصدق، ده عاوز فلوس ويخلع. حتى لو دفعت الفلوس برضو القرار التأديبي بتاع الفيفا برضو مش هيتشال. لا، المحامي لف على مجلس إدارة نادي الزمالك وضحك عليهم ولطش منهم 400,000 دولار وقدمنا وقدمنا طعن، والطعن اترفض. ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا شغالين ازاي في النادي يا جدعان؟ بجد والله، بجد انتوا كده، انتوا حد مؤتمن؟ طيب ادي الارض سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رجع لنا الارض 65 فدان. يلا يا عم وريني، وريني يا باشا هتعمل ايه؟ وريني بس بدون ما حد بدون ما حد واخد لبالك، ما يبقاش فيها بيع، ما يبقاش فيها بيع. الدور ده على البوكس اركب انت وهو، والله العظيم ما هيرحموكم. ده بص الدور ده جايلنا من فوق، جايلنا من فوق. نادي الدولة، النادي الاهلي نادي الدولة صح؟ الاهلي نادي الدولة صح؟ ايوه يا راجل، الاهلي نادي الدولة. طيب يا عم، عرفت بس الحاجات اللي بتتقال في الاعلام اللي هي ملهاش اي 30 لازمه. ان الاهلي نادي الدوله، لا، وده بيتقال في قناه نادي الزمالك الرسميه. طيب، وبخصوص اللي حصل معانا من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبقى مين بقى هنا نادي الدوله؟ ولا الدوله واقفه هنا وواقفه هنا؟ بس هنا ناجحين وهنا فاشلين. ايه رايك بقى؟ ايه رايك؟ والله العظيم اليوم اللي هيدخل فيه النادي الاهلي مكاني في افريقيا، انا ممكن تجرى لي حاجه. بغض النظر انا زملكاوي اكتر منك واحسن منك واشرف منك، اقسم بالله. بس اللي بيحصل في نادي الزمالك ده كتير جدا، محدش يتحمله، محدش يطيقه من مجلس اداره لا يفقه شيء في اي شيء، لا يفقه شيء في اي شيء. وادي بنعاني يعني كمان هنقعد سنة ونص مش هنشتري لعيبة. تخيل كده التوابع بتاع القرار.
مش هتلعب دوري ابطال افريقي، مش هتاخد الرخصه، مش هتجيب لعيبه لمده سنه ونص. انت واخد لبالك؟ يعني هنكمل بالتيم ده لمده سنه ونص. هل هيقدروا يحافظوا على التيم اللي كله نواقص؟ هل هنقدر نحافظ على ده؟ ما تعرفش المجلس ده بيفكر ازاي. وادي طلع حسين لبيب من شويه وقال لك احنا مش عارف ايه، اتفتحت لنا طاقه القدر. طب لما نشوف طاقه القدر هتعمل ايه؟ انت الذهب في ايدك بيتحول تراب، سبحان الله. الذهب في ايدك بيتحول تراب، وربنا يسترها على اللي جاي. السلام عليكم.